شكل الباكجينج بتاع البرجر اللفه دي ما تطمنش. النهارده هنجرب الاكل عند مطعم وكافيه ريتشي لاونج، المكان لسه فاتح جديد، وتقييمي للاكل في الفيديو ده مش هيتاثر بجو المكان اللي ما عجبنيش واضطريت ان انا اخد الاكل تيك اواي وامشي. انا رحت في العيد تاني يوم ورحت للمكان عشان هو فيه كيدز اريا، فالولاد يلعبوا ونتغدى بالمره. اولا المكان كان زحمه جدا وخصوصا الكيدز اريا، هي ليها باب للدخول من هنا، باب مستقل، وفي باب تاني بينها وبين المطعم. المهم الكيدز اريا كانت زحمه زي ما قلت، وحجز ويتنج ليست طويله. حاولنا نستنى الولاد يلعبوا، ما فيش فايده، وقال لك الدخول من البوابه التانية، بس لقينا ناس برضو بيدخلوا من البوابه دي، معرفش بقى ايه الحكايه. طلبنا الاكل والاكل اتاخر والقعده كانت صعبه جدا. صوت الاغاني عالي جدا لدرجه ان اللي بياخد الطلب منك مش سامعك، فانت مضطر تزعق عشان يسمعك. المفروض ده مطعم وكافيه مش نايت كلاب. وتاني حاجه الدخان صعب جدا، المكان مليان شيش وسجاير وفيب وكل حاجه، ومخنوق جدا، ومش عاملين مكان للتدخين ومكان تاني لا، ومفيش تهويه كفايه، فكان كله دخان. المهم طلبت الشيك وطلبت الاكل تيك اواي، وبرضه اخد وقت طويل، يمكن اخد تقريبا في حدود 3/4 ساعه لغايه ساعه. اول حاجه من الحاجات اللي طلبتها كان برجر، ده سعره 145 جنيه، بيجي سندوتش بس من غير اي حاجه، ولون اللحمه غريب، بني محمر كده ومن جوه احمر، حاجه كده مصنعات، ومصنعات للاسف رديئه، لا اللحمه ولا الاضافات. يعني البرجر ده على بعضه كده ما يستاهلش 50 جنيه بصراحه. تاني حاجه طلبت نجريسكو، سعرها 230 جنيه، حجمه صغير شويه بس طعمها خطير، مليانه فراخ، الفراخ متقطعه قطع كبيره شويه، مش دي المشكله طبعا، بس هي الفراخ كانت محتاجه تتساب على النار شويه، تتحمر اكتر من كده، تاخد لون على الاقل خفيف، بس طعم الطبق حلو جدا، والصوص البشاميل خطير. اخر حاجه ميكس جريل، ده ب 360 جنيه. دي الوجبه المفروض ان هي بتتقدم مع رز او مكرونه، بس هو محدش سال وجايبينها بالرز، كميه قليله جدا جدا. يعني يا جماعه ده رز مش بقدونس، مش فرشه بقدونس، والمشكله كمان ان الرز مزيت وطعمه مش حلو. فلو هناكله بالعيش فده شكل العيش، العيش ناشف جدا، حجر بيتكسر من بعضه، فلا عيش ولا رز في الوجبه. كمان البطاطس المقليه كانت شاربه زيت. المشاوي كويسه، طعمها حلو، عباره عن كفته وسجق وشيش طاووق، كلهم كانوا كويسين، بس الاضافات اللي مع الطلب او الاصناف الجانبيه كانت سيئه جدا. انا مش عارف هو ده المستوى المكان على طول ولا عشان زحمه العيد بس، فالموضوع واقع منهم شويه. المكان شيك، شكله حلو وظريف، بس صوت المزيكا زي ما قلت عالي جدا. غير كده كمان موضوع التدخين وان مفيش تهويه مناسبه، دي حاجات مش مناسبه لي انا، لكن ممكن تبقى مناسبه لناس كتير جدا، ممكن ما يتضايقوش منها عادي. بس دي كانت تجربه ريتشي لاونج. سلام.